السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد في قناتكم تربية بيتي. النهاردة هنتكلم عن حاجة خطيرة جدا ومهمة جدا بتحصل مع الرومي، وهي الجدري. طبعا الصيف ومن شهر 6 لحد شهر 10 الجدري ده ما بيبقى سايب الطيور كلها، فربنا يستر ان شاء الله. اهم حاجة للرومي علشان ما يجيلوش جدري ان احنا نرفع مناعته باستمرار. وقبل ما ترفعي المناعة كمان النظافة، ثم النظافة ثم النظافة. المكان يكون نظيف جدا جدا جدا. ليه؟ لان قلة النظافة بتجمع ايه؟ بتجمع الناموس. زيه زي الدبان، الناموس بيجي بالليل والدبان بيجي بالنهار، الاتنين بيجوا على الحاجات اللي مش نظيفة. فلازم المكان يكون نظيف جدا. الاركان والازقار والعرش والسقف وكل حتة في اي مكان فيه الرومي لازم تنضفيه حلو قوي قوي قوي، ويبقى بيلمع كده وفله. دي نقطة. النقطة التانية لازم نحط مبيد حشري للناموس. الجاز، انا كتير بقول للناس على الجاز ويروحوا يقولوا لي محدش بيرضى يدينا جاز او مش بنلاقي. مش شرط جاز يعني ممكن سولار، ممكن بنزين، اي حاجة من العيلة دي. اي حاجة من عيلة البترول. احنا عايزين حاجة من الخليج، حاجة من ريحة الخليج يا جدعان. جاز، سولار، بنزين، اي حاجة. المهم الريحة دي نفسها بتطفش الناموس جدا، بتأثر على الناموس بشكل انت مش متخيلاه. هتجيبيه وتحطيه في قمع، وتحطي جوه القمع قطعة قماش وتصفيه، وبعدين تحطيه في بخاخ، لانه بيبقى فيه رواسب كده بتسدلك اي بخاخة. عشان ما يسدش البخاخة هتحط تصفيه في قطعة قماش عشان تبقى واثقة انه نضيف ومش هيقفلك البخاخة بتاعتك. وتمسكي بقى المكان بصي على الحيطان وعلى الارضيات، على الازقار، على السقف، على الجدران، على كل حاجة ترشي جاز او بنزين. بس واحد من العيال يجي يولع مع الحر اللي احنا فيه ده، ربنا يستر. ده اساس ان انتي مش عايزه ناموس، لان انتي مش عايزه جدري، لان الجدري هو عباره عن ناموس. الناموس هو اللي بينقل الجدر للطيور. لو عندك شباك او باب يبقى عليه بقى سلك ناعم، سلك ما يدخلش الناموس. يبقى النظافه والناموس دول اهم حاجه، ان ما يكونش السمان بتاعك يجيله جدري. بعد كده الوقاية بقى، الحاجات اللي احنا بنعملها ليه. السمان ده النهاردة عمر 23 يوم. لو عايزة رابط الدورة ديت من أول يوم عملنا له كذا حاجة ترفع المناعة. حاجات أساسية ومهمة، لو عايزاها من أول يوم اكتبيلي في التعليقات وأنا هحط لك الرابط بتاع دورة السمان. وطبعا مربيينه ببدايل علف، ومربيينه بوصفات جميلة جدا اقتصادية وحلوة. وبرده بنحط له العلف بالليل زي ما بنعمل مع الفراخ البيضاء. لكن باكله انا اكل حلو قوي ما شاء الله طول النهار. فالاكل ده بيرفع برضو مناعته، مهم جدا. ومشروبات والحاجات اللي بنحطها عشان ترفع المناعة. ومع ذلك مش هنقدر نستغنى عن مضاد فيروسات قوي جدا زي زيفوراكس بشري، وايمولانت بشري برضو مهم جدا. بحط كبسولة ايمولانت مع قرص زيفوراكس على 3 لتر مية، وحطه ليهم لمدة 4 ايام كل اسبوع. 4 ايام، ممكن تفوتي اسبوع، يعني اسبوع واسبوع لا، ده كوقاية. كوقاية. طب لا قدر الله جه المرض بقى، المرض جه للحاجة بتاعتك، يبقى هحط طبعا الجدري ده بيرفع درجة حرارة الطائر. هننضف زي ما قلنا، هنقضي على الناموس، هننضف المكان كويس، هنظبط التهوية. هنيجي نجيب فلوموكس، فلوموكس بشري 500 كبسولة على 3 لتر مية لمدة 4 أيام. وباراسيتامول خافض حرارة على قرص على 3 لتر مية لمدة 4 أيام. حلو كده. هيبقى ده الصبح. بالليل بحط بقى زيفوراكس وإيمولانت، رافع مناعة ومضاد فيروسات بالليل. يبقى ده كورس العلاج. لكن لو وقاية بس يبقى إيمولانت بس، وإيه، وزيفوراكس. لو وقاية يعني، لو وقاية بحط إيمولانت وزيفوراكس بس. لكن لو جالهم المرض حط فولوموكس وباراسيتامول بالنهار، وبالليل هحط زيفوراكس وايمولانت. الحبوب بقى اللي بتظهر في وش الطائر بتقدري تشيليها بموس كده او باي آلة حادة. لازم تشيليها لان دي بيبقى تحتيها ديدان صغيرة كده بتاكل في جسم الطائر. وتجيبي نص ليمونة وتعصيها ملح وتفركيها. تعملي الحكاية دي 3 ايام على كل الحبوب، وان شاء الله باذن الله يرجع يخف معاكي ويبقى كويس. لما يخف ما تفرحيش قوي لانه ممكن يرجع يرد تاني. فانت تعملي ايه؟ تشتغلي على العلاج بقى اسبوع واسبوع لا. يعني تديه اسبوع وتوقفيه اسبوع. الاسبوع اللي هتوقفيه فيه هتحطي ايه؟ اللهم صل على سيدنا محمد. انا هنعمل الاكل مع بعض كده واحنا بنتكلم عن العلاج.
ده عيش مفروك، ودي معلقة زبادي. في الاسبوع الايام اللي هتوقفي فيها هتحطي خل، هتحطي غسول كلوي كويس زي هيباتكم ده، او خل تفاح او خل ابيض من بيتك عادي، او تعصري ليمونه على الميه، او تديله مثلا خل وليمون عادي الاتنين مع بعض، مش هيفرق يعني، هتبقى حلوة اكتر. وبكده عمر الجدري ما هيبقى عندك مشكلة ان شاء الله بإذن الله للرومي بتاعك. نكمل مع بعض الاكل بتاعهم. حطينا معلقة عسل ومعلقة زبادي، وشوية كده رشة كده بس من العلف، تركيز 23%. احنا هنفضل نديله علف 23% لحد لما يبقى عنده شهر ان شاء الله. آه، برضو كده رشة قرفة. القرفة دي بقى اساسي اليومين دول عشان رفع المناعة، علشان برضو الامراض والمشاكل اللي ممكن تحصل، عشان ما يجيش عارفين انتوا الناس تقول وش الرومي مورم. القرفة دي ممكن تريحي الدنيا من موضوع الورم ده، يعني حاجة بسيطة جدا بس هتعمل لك وقاية كبيرة جدا. رشة القرفة دي هتريحك من امراض كتيرة جدا. ودي طبعا بواقي اكل موجودة عندي، وهنكمل الاكل ليهم. قلت لكم قبل كده ازاي نحط بواقي الاكل للرومي، ودي موضوع سهل وبسيط جدا. الاكل بتاعك لو هو دسم او فيه دهون بتغسليه او بتنقعيه شويه في الميه، وبعدين بتصفيه خالص، وبعد كده تبداي تنشفيه بقى بعيش مفروك، بدقيق ذره، بحاجه زي كده، او بحبه علف. اهم حاجه ان الاكل يكون ناشف، ما يكونش معجن ولا فيه بلل ولا فيه ميه. اليومين دول برضو عشان نرطب على قلب الرومي الخيار والجزر والبطاطس والقشر البطيخ ده يعتبر بدل ما ترميه. قشر الفاكهة كلها عامة عوديهم عليه. انا دلوقتي بدأت احط لهم قشر اي فاكهة موجودة عندي. قشر الموز بقطعه ليهم صغير كده واحطه، حتى انتوا لو تاخدوا بالكم هتلاقوه في التصوير بيبقى مرمي تحت رجليهم كده قطع اسود. بتعودوا عليه من دلوقتي عشان لما يكبروا يريحوكي ياكلوا منك اي حاجة.